حبايبي، عائشة انفجرت في لايف تاريخي وجابت العيد ثالث ومربع وقصفت أيمن وروبي ولارا لأنهم قالوا أنهم قادمون للبنان وتواصلوا مع داعمتها على أساس أنهم متفقين معها وهي لا تدري بالخبر من الأساس، وبهذا تكون قد فجرت أكبر قنبلة بهذا الموسم. فشنو رأيكم؟ من معه حق في هذه القصة؟ هل كانت عائشة عادلة في حكمها على نيتهم أو أنهم يستحقون أن تعاتبهم لأنهم لم يشاوروها؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديو للأخير وتابعونا لنوافيكم بآخر الأخبار والمستجدات. شخصيتكم جد موضوع يفشل، يعني أنا كنت ساكتة لفترة بس خلص وصل الموضوع لحده. يعني لو أنتوا بتوصلون تلزقون فيني، عارفة أنا، لأنهم عارفين عايشة منو، عارفين عايشة بنت الخليج، عشان كذي هم قاعد يحاولون يتلزقون. وأنا بحياتي كلها ما دخلت بشخصية أحد، دشة بهويتي أنا، لأن طول عمري أفكر بغيري وما حد قاعد يفكر فيني. أنا من يوم رايحة راح أفكر بنفسي، ما حد صديقي وما حد يقرب مني إلا من رحم ربي، يعرفون نفسهم ويكبرون ينسون إن شاء الله. بس لا حد يطلع يقول أنا صديق عايشة أو صديقة عايشة وأنا بشوف عايشة بعد يومين بلبنان عشان شوية دعم، لأن إذا سويتوها أنا جد قلبي راح يشفق عليكم، راح أدش أدعمكم. تعرفون لأن أنا قلبي يعني كبير وطيب، راح أدش أدعمكم. انتوا بس قولوا لي بالخاص. اي والله كفاية مجاملات، كفاية مجاملات. أنا مشكلتي إن أنا أغرق الإنسان فرص، يعني أشوف الشخص اللي قدامي أخذ منه الشيء الحلو، حتى لو في شفت فيه عيوب أحاول إن أنا أكمل أعطي فرصة، فرصتين، 3 4 5 6 7 8 9 10، أغرق الإنسان فرص. لأن إذا عافت نفسي من الشخص هذا ما قاعد أزعل بيني وبين نفسي أقول لا أنا ليش ما أعطيت فرصة، ما أنا غرقت الإنسان فرص لأن عافت نفسي، فليش قاعد أكمل يعني وأعطي الإنسان فرص؟ خير همي، مو كل شخص قاعد يفكر بنفسه، ما حد قاعد يفكر بالأصدقاء اللي حوالينا اللي مسمين نفسهم أصدقاء. ما راح أفكر بأحد. اللي صديق لي يعرف يطمن علي، يعرف يسأل عني، يعرف يهتم. الصداقة مو بس بالكلام، أو الصداقة مو بس على السوشيال ميديا. يا ما عندي أصدقاء أنا ما صرت معهم تليفون واجد، برا البرنامج أنا قاعد أتكلم، أوكي؟ ما عندي وصل بالتليفون واجد، بس نسأل عن بعض بالواتساب، مو ضروري هذه 6 7 ساعات على التليفون عادي. هاي شلونك، أخبارك؟ الحمد لله بخير الحمد لله. بس الدراما هذه اللي صايرة حيل دراما هندية، يعني أنا حتى عرضتها على مخرج بالهند قال لي سوري يعني هذه تفوق قدراتي العقلية، أنا ما أقدر أسويها. يعني تخطت يعني الدراما الهندية بشكل ما يتخيل. فمن يوم رايح لحد يتسلق على ظهري، أوكي، لأن ظهري عورني فما خلق حد يتسلق علي، أوكي، في سلم روحوا تسلقوا عليه، حطوا نجاحاتكم وبنوها، خلوا يكون عندكم محتوى، خلوا يكون عندكم مستوى، أوكي. يعني فكروا مثلا كل شخص يسوي له محتوى وينشهر فيه، بس لحد يحط عايشة سلم يصعد عليه. لأن أنا من أول شيء كنت مستوعبة بس كنت أستغبي، وأنا ما حددت اسم على فكرة، أنا قاعد أتكلم بالمجمل، ما قاعد أحدد اسم. ليش؟ عشان ما حد يقول ذكرتي فلان وعلان إيه وفلان لا وفلان إيه. اللي مسوي شيء غلط يعرف، اللي على راسه بطحة يحسس عليها. الله عرفنا بالعقل ما شفنا بالعين، صح؟ كل واحد فاهم وواعي. الشخص كلكم ما راح تفهموا منه على فكرة، يعني الشخص نفسه بس هو اللي يشوف راح يعرفه، أو الشخص بشكل عام يعني. واللي محتاج مساعدتي كلمني، أنا موجودة، بس لا أحد يحاول يتسلق على ظهري إن أنا صديقة أو صديقة عايشة، أوكي؟ لأن هذا لا، يعني سوري على هالكلمة هذه اللي راح أقول لكم إياها الحين راح تصدمون منها. الأمور هذه كلها مرة من تحت باطي، عرفتها أنا، عرفتها بس استغبي. بشوف بس يعني ليه متى ليه وين راح يوصلون، ليه وين. داعم عندي راحوا ضافوا ودخلوا عليه بالخاص وقاموا يشكوا لهم أمورهم حياتهم. شخص مشهور ألعب معاه قاموا كلهم ضافوا ودخلوا معاه. بلا هبل، جد بلا هبل. دشوا انتوا بينكم مثلا الشخص هذا، دشوا ابنوا علاقات في السوشيال ميديا وسووا اللي انتوا تبونه، بس لا حد يقرب صوبي.
لأن شكلكم حلم حلو، والله حلم حلو بحياتي كلها والله العظيم. دخلت مع ناس مشاهير، أوكي، دخلت يعني أنا ما بذكر لكم بس من هذا الناس المشاهير، دخلت مع ناس كبيرة 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 قسما بالله ورحمة أبوي، أوكي. حتى لو خسرت أنا ورفضت حكم أتمنى لهم كل خير، مثل ما لو أنا كنت فايزة عليهم هم راح يتمنوا لي الخير. تمنوا الخير حق غيركم، ربي راح يعطيكم الخير، أوكي. بحياتي ما دخلت مع شخص قوي، أوكي، ومن خلصت لهذا قمت أنا دخلت على داعمينه وقعدت أقول لهم ادعموني ولا تكفون ويلا والأمور هذه، ولا قاعدة أشكلهم دراما وفيلم هندي إن أنا صار معي كذي وكذي ومحتاجة دعم. بلا دراما، بلا دراما. الدراما ما توكل عيش على فكرة. لما تتعبون على شخصياتكم، تتعبون على المحتوى مالكم، وتتعبون جد جد تتعبون على الشيء اللي انتم قاعد تسوينه، او هم تكونوا انتم حابين الشيء اللي انتم تسوونه. ما تسوون الشيء مثلا يلا انا بفتح تيك توك بس والله انا عشان بس ان انا بقعد افتح لايفات تيك توك وباخذ دعم. لا، اوكي راح تحصلون دعم بس بعدين لوين راح توصلون؟ اوكي، انتم لازم تحبون الشيء اللي انتم قاعد تسوونه. حبوا اللايفات. انتم لما تحبون اللايفات راح تسوون فيها عدل، راح تقدمون محتوى حلو. لا، ما انتم تحبون التيك توك بشكل عام، مو بس اسم انه تيك توك ولايف ويلا واسد وما ادري شنو، لا، ان انتم جد حابين التيك توك، قاعد تقدمون محتوى، قاعد تصورون فيديوز، قاعد تكبرون القاعده الجماهيريه اللي عندكم، انتم قاعد تبنون اللي قدام. الموضوع ما راح بس يمشي على بس لايفات تيك توك ويلا 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 وكبسوا وشيروا وبوقوا داعمين فلان منو واستقطبوا داعمين فلان منو. عيب يعني، والله عيب. أنا شفت ناس غريبة بحياتي بس صراحة مثل كذي ما مروا علي، ممكن عشان كذي أنا مصدومة. عرفتوا؟ المشكلة إنه مو أنا اللي متضايقة من الموضوع، مشكلة الداعمين اللي أنتوا قاعد تدشون عليهم قاعدين يشكوا لي الحال يقولون إحنا تعبنا وقمنا نغير أسامينا عشان ندعمك وما يجون هم يكلمونا. عرفتوا؟ يعني أنتوا قاعدين تحرجونهم وقاعدين تأذونهم وقاعد تدخلون بخصوصياتهم وأوفر قاعدين تضغطون عليهم لدرجة إنهم قاعد يدقون عليه كل عايشة إحنا منحرجين مو عارفين شو نسوي. إحنا قاعد نغير اسمنا كل مرة، قاعد يعني الشخص الواحد قاعد يغير اسمه أكثر من مرة عشان بس يكون هو بظهري. قاعد يقولون إحنا بظهرك لأن أنت بس بنت الخليج. فيعني بطلوا الحركات هذه جد والله العظيم. أنا متضايقة على زعلهم هم بعد. أوفر جد أوفر. أنا صراحة اللي بيكون صديقي يكون صديقي على الحلوة وعلى المرة، ما يكون بس على الحلوة وعلى المرة قبل الحلوة، لأن أنا أصدقاء منافقين وأنا ما أحتاجهم بحياتي. قبل كان عندي قبل البرنامج كان عندي أصدقاء كان عندي دائرة أصدقاء كبيرة 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 كبيرة، أوكي. وأنا بين فترة وفترة دائما أنخل الناس اللي موجودين بالدائرة. يعني إذا في ناس حسيتهم والله مثلا كفو خليهم بالدائرة، ناس مو كفو وقيسهم أنا على الدائرة. طول عمري أقرأ كل شيء تحت الأسطر، بس أنا أحب أستغبي. ليش؟ عشان أعطي فرصة. ماني من أول مرة أقول يلا برا الباب يوسع على جمل، لا، أعطي فرصة. الطريقة هي ما أدري شلون شي حسيتها مو حلوة، عرفتها؟ يعني عيب يعني ما أدري شلون. فأنا دائرة الأصدقاء اللي عندي تصغر كل مرة مع المواقف. أنا لو شخص بس واحد صديق أو صديقة وافية بحياتي يكفيني عن دائرة فيها 20 30 40 صديق أو صديقة. أنا أكتفي بالناس الأوفياء. نهضروا شويه على شكرا لكم كاملين. نهضروا شويه على البروغرام. ان شاء الله من دابا يومين راح نكونوا في بيروت اول مره. انا كثير فرحان لاني راح نزور بلد شقيق. ان شاء الله يكونوا مفاجات بزاف، عندنا خدمه، يكونوا بزاف الحوايج زوينين ان شاء الله في بيروت. بقاو معنا، شوفوا معنا شي حوايج، غندير لكم فلوق. شكرا ساره، شكرا بزاف. غندير لكم فلوق. كاين بعدا الفلوق ديال كاينين 3 لي فلوق كنبريباريوهم ديال لي فواياج الاخرين اللي كانوا. جيسبر يعجبوكم. كاين واحد الفلوق هنا في تركيا، غيكون شي حوايج كونتنت في اليوتيوب، غيكون كونتنت مزيان للناس اللي كتبغينا، الناس الاخرين تاهم الله يهديهم.
في النهاية إذا عجبكم الفيديو دعوا لايك واشتركوا في القناة ولا تنسوا تفعيل الجرس.